يا صباح الورد والفل والياسمين على عيون احلى متابعين. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ وحشتوني كتير كتير. ربنا يجعل يومكم النهارده مليان بالحب والخير والرضا والسعاده وراحه البال. اللهم امين. النهارده بقى عندنا روتين جديد ويوم جديد مليان برضا الرحمن. ربنا يرضى عنا وعنكم، اللهم امين. تعالوا بينا هنبدأ الفيديو بتاعنا، بس قبل ما نبدأ الفيديو زي ما تعودنا تعالوا نكسب حسنتين مع بعض ونذكر الله ونصلي على الحبيب. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين بقى ايه يا مولينا، ده احنا لسه العيد معدي ولسه كل حاجة نظيفة. في الحقيقة بقى زي ما انتوا عارفين انا ما بحبش اغيب الملايات بتاعة السرير على السرير كتير. وفي حاجة كمان والله العظيم انا تعبانة جدا. يمكن حتى لو تلاحظوا ان في كلونة في ايدي، انا تعبانة جدا الفترة دي. الضغط بتاعي مبهدلني جدا جدا، يعني بصراحة انا ما كنتش عارفة اعمل ايه. زي ما قلت لكم، لا حادق نافع معايا ولا حلو نافع ولا علاج نافع بصراحة. يعني من حوالي تالت يوم العيد ومن اخر روتين عملته معاكم عند ماما وانا تعبانة جدا وعمال يتعلق لي محاليل، لان الضغط بتاعي زي ما قلت لكم واطي جدا جدا وتعب حياتي بصراحة. يعني مغلبني ما عادش قادرة اعمل حاجة، لان الضغط الواطي بحس دايما بهبوط وكده. فمحتاجة من كل حبايب قلبي دعوة حلوة كده من قلوبكم ليا، لأختكم أم لينا. ربنا يا رب يشفى عني وعن كل مريض يا رب بيتألم من مرض، اللهم آمين. يلا بينا بقى نرجع للروتين بتاعنا. أنا زي ما قلت لكم أنا مش بغيب قوي الملايات، بالذات في فترة الصيف. خلاص كل سنة وانتم طيبين، خلاص الصيف طلع وبدأ الجو يحرر عن الأول مهما يكون. هل يعني هو بيجي بالليل كده وبيبرد شوية، لسه بنتغطى بالبطاطين بالليل في الفترة اللي هي المتأخرة من الليل وكده، بس برضو طول النهار بتحس ان في حر وبتحس ان في دفى يعني زيادة عن اللازم. فجيت هنا بقى قلت بصراحة اغير بقى الملي بتاعت السراير. خلاص العيد معدي بقاله حوالي 5 6 ايام، فقلت بقى كده كفاية كده على الملي دي، لان طبعا انتوا عارفين استعمالي كله في الأوضة دي. يعني بننام وكل حاجة وبنقعد ساعات لينا تقعد تذاكر على السرير فكده. فقلت بقى لا خلاص كفاية. وكمان لينا بنتي خلاص يعني فاضل على الحضانة بتاعتها، ان هي بقى تروح الحضانة والاجازة بتاعتها تخلص، هو يومين. فقلت بقى بصراحة استغل اليومين دول، لان انا مقصرة جدا جدا مع بنتي في مذاكرتها وفي حفظ القرآن وفي دروسها. طبعا الفترة بتاعت رمضان، وطبعا التنظيفات والكحك والبسكوت وكنت برضو تعبانة شوية في فترة رمضان. فقلت بقى لا لازم ان انا بصراحة يعني افوق لها شوية، لان انتوا عارفين ان الاطفال الصغيره لو قعدت فتره من الحضانه او قعدت فتره من الدروس، او مثلا ما فيش متابعه كويسه في البيت، بتحس ان هي بتنسى كل حاجه خدتها. فانا قلت لا استغل بقى اليومين اللي هم قبل نزول الحضانه بقى كده والاجازه تنتهي، اعمل بقى فيهم الحاجات اللي انا عاوزه اعملها ضروريه عشان اكون فاضيه لها، حتى ولو الفتره الاولانيه من الحضانه. يعني مثلا لان طبعا الحضانه بتبقى مثلا برضو بتاخد الحاجات بقى اللي هي بتراجع لانه بيبقوا عارفين برضو ان الاطفال بتنسى. يعني بيفضلوا مثلا اسبوع او 10 ايام يفضلوا بقى يراجعوا في اللي هي خدته يعني بقى لها فترة وكده. فقلت دايما اكون انا معاهم برضو. يعني لازم الام عليها مسؤولية كبيرة جدا جدا في البيت برضو مع اولادها في المذاكرة وكده. بتبقى مثلا يعني مش هنرمي الحمل مثلا على الحضانة او على المدرسة او على الدروس بس او على المدرسين. بصراحة يعني هم كتر الف خيرهم. فلازم برضو يبقى في متابعة معايا في البيت. فقلت بقى زي ما قلت لكم هستغل بقى اليومين دولت اعمل بقى فيهم شويه تنظيفات كده بسيطه. طبعا كل حاجه نظيفه وكل حاجه، بس قلت بقى برضو اغير الملايات بتاعه السرير، بحيث الفتره الاولانيه دي يعني لو عندي بقى روتينات بس في المطبخ مثلا تجهيز الغدا كده، تبقى حاجات بسيطه وفي نفس الوقت ان انا اكون معاه. زي ما انتم شايفين بقى شلت بقى الملايات طبعا وغيرت بقى السرير ونفضتها وظبطت الدنيا. جيت هنا بقى على الجزء بتاع الكراسي، برضو قلت انفضه كده، لان طبعا لما بفتح الشباك بيبقى احس ان هي عليها تراب. نصيحة مني لاي حد بيجدد، اي حد بيجهز الموبيليا بتاعته، بلاش الالوان الغامقة بيبان عليها التراب بسرعة كبيرة جدا جدا. يعني حتى لو الواحد منفض مثلا منفضة النهاردة الصبح، ممكن اجي على اخر النهار وانا بقفل الشباك احس ان في زي غبار كده على على الموبيليا الغامقة بتبقى باينة. فقلت برضو نمشي ايدينا عليها كده على الكراسي.
وجيت بقى هنا كمان الترابيزه بتاعتهم نفضت بقى المفرش اللي عليها كده، وقلت بقى اشفط تحت الكراسي كده بالمره طالما انا شايلاهم. قفلت بقى الشباك خلاص، ظبطنا الدنيا بقى وهوينا بقى الاوضه كده، وطلعنا الطاقه السلبيه ودخلنا كمان الطاقه ايجابيه. وقلنا بقى ايه، ان بقى نرجع كل حاجه في مكانها ونخلي الامن يستتب تاني في الاوضه. رجعت بقى الكراسي كده بعد ما شفطت تحتهم طبعا بالمكنسه، يعني قلت بقى كمان ان انا شلتهم وكده، طبعا مش هحطهم غير ما ايه ما انضف كمان المكان بتاعهم. جيت هنا بقى خلاص ظبطت الدنيا كده وحطيت كل حاجه في مكانها. خلاص الاوضه بتاعتي بدات خلاص تنضف معايا، بقت زي الفل أهو زي ما انتم شايفين. غيرنا الملايات في الوقت ده، طبعا انا كنت شلت الملايات بتاعتي وحطيتها بقى في الغساله. قلت بقى على ما اخلص كده تكون الغساله بتاعتي غسلتهم. طبعا زي ما احنا عارفين الملايات بتاعه الصيف دايما بتبقى نظيفه، يعني يا دوبك بتشطفيها شطفه في الغساله كده، لان احنا ما بنغيبهاش فتره طويله. ممكن في الشتاء ممكن نغيب الدفايات والملايات شويه، لان طبعا انتي بتبقي مقفله شقتك، بيبقى مثلا مش داخلك مثلا هوا وكده، دايما مقفله. حتى لو فتحت الصبح لمده مثلا 10 دقايق للتهويه كده بتقفلي برضو على طول. اما في الصيف بقى فتلاقينا دايما مفتحين الدنيا كده ومفتحين الشبابيك ومدخلين بقى هوا في الشقه كده، فده برضو بيدخل تراب معاه. كده خلاص الاوضه بتاعتي بقت زي الفل. جيت هنا بقى على الصاله بتاعتي. زي ما قلت لكم انا من تالت يوم العيد وانا تعبانه وبركب محاليل وكده، عشان طبعا زي ما قلت لكم الضغط بتاعي. كنت طبعا في خلال الثلاث اربع ايام دول ما كنتش عملت حاجه. كنت بقى لما هدوم كده من على المنشر. بصراحة الهدوم دي الحاجة الوحيدة اللي لو ما عملتهاش في وقتها خلاص ما بيجيليش نفس ان انا اطبق الهدوم بقى. ممكن يعني لو قلت لكم نص الهدوم دي يتجر من على الكرسي بتاع الانتريه كده وهما محطوطين كده، يعني اللي هدوم لجوزي وهدوم ليا وهدوم للينا، يعني فاضل حاجات بسيطة كده. قلت بقى اطبقها كده واعين كل حاجة في مكانها طالما خلاص نوينا ان احنا نظبط الدنيا يعني. وربنا يا رب يحوش عننا، ويا رب دايما يدينا الصحة يا رب، ونعمل في بيوتنا والله العظيم. الصحة دي نعمة جدا كبيرة كبيرة كبيرة، ربنا يا رب ما يحرم حد منها أبدا. وربنا يا رب يشفي كل مريض ويحوش عنه، ويشفي يا رب جميع أمراض الدنيا يا رب، اللهم أمين. جيت بقى هنا طبقت بقى الهدوم زي ما قلت لكم. هما كانوا يعني الحبة اللي فاضلين من الغسيل، يعني انا زي ما قلت لكم ممكن يكون اتجر نصهم وتلات ارباعهم كمان. جيت هنا بقى طبقت بقى الهدوم بتاعت لينا، دخلتها طبعا الأوضة بتاعتها في الدولاب بتاعها. وجيت هنا بقى كده كان شوية هدوم ليا انا، يعني يعتبر هدوم جوزي كلها كانت اتلبست تاني وهتتغسل تاني. فقلت بقى ايه خلاص ما عادش غير شوية دولت هنطبقهم بقى ونحط كل حاجة في مكانها. خدت بقى الهدوم بتاعتي كده رصيتها، وقلت بقى نظبط الانتريه بتاعنا كده والفرشة بتاعته، لان طبعا بنتي بقى طبعا اجازة وعمالة تتنطط من هنا لهنا. فقلنا بقى نظبط الدنيا كده، بتبقى الفرشة او الكسوة اللي انا حطاها على الانتريه وكده بتبقى برضو بتتحرك من مكانها كده. فقلت اظبطها واظبط كمان المناديل بتاعتها. يلا بقى لو انت كنتي وصلت لحد هنا من الفيديو ما تحرمنيش من لمسة ايدك الحلوة على اللايك. ولو انت اول مرة تشوفيني يلا انزلي اضغطي على كلمة اشتراك وفعلي زر الجرس واضغطي على كلمة الكل، عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار يست الكل. نوريني ونوري عيلتي الصغيرة باشتراك جميل من ايدك. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا، ويجعلكم سند دايما في حياتي ودعم ليا وواقفين جنبي ومساندني. وبقول لكل حبايبي اللي متابعيني دايما على القناة ما تحرمش منكم ابدا، ولا من سؤالكم عليا، ولا من تعليقاتكم الجميله اللي بتشجعني وبتديني طاقه ايجابيه. حتى لو انا تعبانه والله ببقى عاوزه ان انا اكون موجوده معاكم. رغم ان انا الكالونه في ايدي والله وجع ايدي جدا جدا، بس برضو ما قدرتش ان انا ما اصورش لكم فيديو او اقعد فتره طويله ما نزلش فيديوهات على القناه. بالرغم ان انا طبعا زي ما قلت لكم انا عندي مشكله في القناه على ما احلها وكده، وادعولي. بس محتاجة برضو وقفتكم جنبي ومساندتكم ليا ودعمكم ليا. عايزاكم بقى كده تكبروني وتكبري قناتي. انا طبعا عارفة ان انا مش هكون ولا اي حاجة بدون وقفتكم جنبي ودعمكم ليا. بقول لكم ان انتوا اجمل حاجة حصلت لي في حياتي. وجودكم في حياتي مال حياتي فعلا. ما بقدرش استغنى عنكم. بقيت بنام واقوم افكر انا هعمل ايه بكره في الروتينات. ربنا يخليكم ليا يا رب ويديم المحبه والمعروف ما بيننا اللهم امين. زي ما انتم شايفين بقى كده جيت بقى طبعا على كنبه الانتريه الكبيره كمان نفضتها، وكمان التلفزيون كده نفضت المفرش بتاعه ومسحت بقى التلفزيون كده، لان لينا زي ما قلت لكم القعده بتاعتها المفضله اللي هي قدام التلفزيون دي، فدايما مبهدله لي الترابيزه دي والمكان ده. يعني لو بسكوته
لو اي حاجه في ايدها بتاكلها في المكان ده. فدايما بحاول ان انا انضف الترابيزه بتاعه التلفزيون دايما بسبب لينا بنتي. خلصنا بقى كده مكان الانتريه واتجهنا كمان للركنة. طبعا قلنا بقى خلاص نظبط كل حاجة. طبعا لينا بنتي خلاص هما يومين قلبت فيهم الدنيا كلها. طبعا كراسات في كل حتة، كتاب في كل حتة، المصحف بتاعها محطوط على الترابيزة، الأقلام، كل حاجة هتلميها من كل حتة. جيت بقى لميت بقى المقلمة بتاعتها بالاستيكه والقلم والبرايه. طبعا كانت كل حاجه في حته لميتها بقى كده وظبطتها حطيتها في الشنط بتاعتها. طبعا زي ما قلت لكم هي فاضل لها يومين اتنين وخلاص هتروح الحضانه. فقلت بقى كده ايه نجهز لها بقى الايه حاجتها، كل حاجه بتحطها في شنطتها. طبعا المصحف وكده بتحطه في شنطه الحضانه، وكراسات الدرس كمان حطيت عليها. ابتديت بقى انفض الركنيه كده من مكان برضو لينا بنتي بتبقى تتنطط عليها، فقلت بقى اظبط الدنيا كده. كمان المصليه حطيتها في مكانها. جيت بقى هنا قلت بقى بظبط برضو الترابيزه كده بتاعه الركنيه. برضو مهما يكون زي ما قلت لكم في الصيف بتحس ان دايما ان الدنيا فيها بعد تراب كده، لان دايما بتفتحي الشباك غير الشتاء خالص. غير فترة الشتاء بتبقي مقفلة دايما، حتى لو روقتي مثلا ممكن تقفلي باليوم او بالاتنين ما تفتحيش. بس برضو مش معنى بقى ان احنا نضفنا تنظيفات العيد ان احنا مثلا هنسيب الدنيا بقى ان هي تبوظ. في الحقيقة دي كان يومين او 3 بس اللي انا تعبت فيهم، فشايفين الدنيا بقى عملت ازاي. فما بالك بقى ان انت بقى تعتمدي ان انت مثلا منضفه تنظيفات العيد او مثلا لسه الدنيا نظيفه. صدقيني الدنيا هتتكركب عليكي تاني. فاول باول كده لازم ايدك تبقى في الشقه، في الموبيليا، في الركنيه، في اوضه النوم، في اوضه الاطفال. دايما هتلاقي الدنيا نظيفه معاكي. خلصت بقى تنفيض الركنيه كده وجيت هنا قلت بقى انفض الجزء بتاع دخلة الباب اللي هو بتاع اللهم صل على النبي على البوفيه ده. صلوا بنا على النبي يا بنات، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا بقى كنت بشوف بصراحة شهادة الميلاد بتاعت لينا بنتي. كنت بشوف ان هي ميعادها هتدخل المدرسة السنة دي ولا لا، لان بابا كان بالليل كان بيقول لي يبقى شوفي شهادة الميلاد كده عشان نشوف لينا هينفع تدخل السنة دي ولا ايه. فانا بقى بصراحة وانا كده بنفض البوفيه افتكرت بقى كلمة باباها وكده، فقلت بقى اطلع بقى شهادة الميلاد من الدرج بتاع البوفيه كده واشوف الميعاد بتاع شهادة الميلاد بتاعتها. بصراحة انا لقيتها كده هتبقى ناقصة حوالي شهرين بالظبط. فانا بقى مش عارفة بصراحة هل هي تنفع تدخل المدرسة السنة دي. طبعا بيقولوا طبعا لازم اعمل لها اللي هي القضية اللي انتي مثلا بترفعيها وكده، وتبقى منتدبة في اي مدرسة بعيدة عن البلد اللي انا موجودة فيها. بس انا بيني وبينكم انا مش حابة الموضوع ده خالص. انا حابة ان هي تدخل حتى لو كبيرة سنة. بحس ان الطفل بيبقى داخل واعي ودارك ان هو داخل المدرسة. بتبقى داركة لحاجتها، واعية لحاجتها، مثلا شنطتها كتبها كده، غير ما بتبقى الطفل داخل صغير. بيبقى برضو تحس ان هو مش عنده وعي جامد ان هو مثلا في مدرسة او يحافظ على حاجته، لان طبعا مش بيبقى زي فترة الحضانة وكده. فمش عارفة بقى. فانا لسه بقى كده لما يجي من الشغل اقول له ان هي مثلا هتبقى لسه على ميعادها شهرين. مسكت بقى زي ما انتم شايفين كده المكنسه بتاعتي وشفطت كمان الجزء بتاع الركنيه زي ما انتم شايفين اهو. خلاص بقت الدنيا زي الفل. ظبطنا بقى كل حاجه. خلاص الانتريه بتاعنا بقى نضيف. خلاص الركنيه بتاعتنا بقت زي الفل. كل حاجه في مكانها. كل حاجه بقى خلاص رجعت الامن استتب تاني في المكان. خلاص بقى فقلت لهم زي ما بيقولوا خلصنا بقى كل حاجه كده وظبطنا الدنيا والدنيا بقت تمام معانا. وقلت بقى في الحقيقه ما ينفعش بقى افوت المنظر الجميل ده من غير طبعا ما اولع حبة بخور كده ونشم بقى الروائح الحلوة كده، ونعمل بقى حبة بخور حلوين كده في الشقة يعطروا الدنيا كده ويخلوا الدنيا زي الفل. يا رب دايما فيديوهاتي تعجبكم، ويا رب دايما اكون ضيفة خفيفة عليكم. بحبكم في الله. اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.